انت ما جبتش 120% في ثانويه، دخلت الجامعه عربيه وانت لسه، ايلون ماسك اشترى جزيره وانت لسه قاعد مكانك، ترامب مسك الحكم وانت لسه واحد من الشعب. اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. المفاهيم الغلط اللي الناس بتاخدها عن تنميه الذات انا جاي النهارده هنا احط لها حل واقول لهم كفايه، لان الشباب دماغها ساحت خلاص. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تخافش، مش هقول لك اشترك في القناه، انا بس حابب اشكركم على ال1000 مشترك، وطبعا ما تنساش الاشتراك واللايك. مبدئيا كده لو انت روبوت او الين او مفكر نفسك حاجه من الاثنين دولت، فاخرج بره الفيديو دوت، لان الفيديو دوت للبني ادمين العاديين، للانسان. مين عارف ابراهيم الفقي وتوني روبنز وروبن شارما وجاك كانفيلد وستيفن كوفي؟ اكيد كلنا عارفين الناس دي، او حتى على الاقل عارفين واحد منهم زي ابراهيم الفقي. الناس دي كلها بتقدم دروس ومقالات عن تنميه الذات وازاي تكون احسن نسخه من نفسك، بس هم ما خدوش بالهم من حاجه صغيره، ودي حاجه مهمه قوي جايين نتكلم فيها النهارده، وهي انهم بيبالغوا كتير قوي في الموضوع ده. النصايح دي ساعات بتكون مثاليه زياده عن اللزوم، وممكن تخلي الواحد يحس انه دايما مش كفايه. عشان كده من المهم جدا ان الواحد ياخد الحاجات دي بروح رياضيه ويكون واقعي مع نفسه شويه. تعال بقى اقول لك ايه الايجابيات والسلبيات بتاعت كل حاجه فيهم. رقم واحد هو التحفيز المستمر. الجانب الايجابي ممكن التحفيز المستمر يخليك تشعر بالطاقه والشغف عشان تحقق هدف، لكن بقى الجانب السلبي منه الاعتماد الزايد على التحفيز ممكن يخليك تعتمد عليه بشكل اساسي عشان تتحرك من مكانك، ولما يروح الحماس تحس بالاحباط والكسل، زي ما يكون دايما لازم تسمع حاجه تحفزك عشان تتحرك من مكانك. تاني حاجه وضع اهداف كبيره وطموحات كبيره قوي. كتير منهم بيقول لك انك لازم تبقى سري وانك تبقى احسن من احسن واحد في العالم كله. هو كلام حلو ماشي، وانك لو ما مسكتش الشركه اللي انت شغال فيها او ما اشتريتهاش فانت كده انسان فاشل ومالكش لازمه، لانه غيرك واخدها او مشتريها وهو زيه زيك، بني ادم زيك، انت قليل منه في ايه؟ ما هو عملها فانت اكيد برضو تقدر تعملها. استنى بس اعمل حاجه كده بس شويه افهمك حاجه. ما هو ممكن يكون ناجح في حاجه انا فاشل فيها، وممكن انا اكون ناجح في حاجه هو فاشل فيها، عادي يعني، مش لازم كلنا نجيب فيلل وعربيات ونشتري شركات، والا ما كانش هيبقى في تنافس ولا في طبقات في المجتمع. بس انك تحط طموح كبير ده حلو، طموح بيدفعك انك توصل لحاجات كبيره وعظيمه، بيخليك تشتغل بجد. بس لو الاهداف كبيره جدا وبعيده عن الواقع ممكن يحصل لك احباط لو ما حققتهاش بسرعه، او تحس بالفشل رغم انك بتحقق تقدم. ثالث حاجه التطوير المستمر للذات. الجانب الايجابي دايما بيخليك احسن وتتعلم حاجات كتير جديده، لكن الجانب السلبي منه لو فضلت طول الوقت تحاول انك تبقى احسن ممكن تحس انك مش كفايه او مش هتوصل للنسخه اللي انت عايزها او للنسخه المثاليه، وده ممكن يخلي عندك توتر نفسي او ضغط. رابع حاجه وهي المقارنه مع الناس. الجانب الايجابي انك بتشوف ناس ناجحه وتتعلم منها وتاخد منها الهام، وده اللي هم بيعملوه اصلا، بيفضلوا يقارنوك بيهم ويحكوا لك هم ازاي وصلوا للمكان اللي هم فيها دي. والله حلو يعني، كلامكم حلو، بس انت طريقك مش زي طريق. يعني مش شرط اروح اعمل برجر وبعد سنين الاقي نفسي بقيت صاحب محلات كنتاكي مثلا، او مش شرط افتح عربيه كبده وسجق والاقي نفسي بقيت صاحب ملك الكبده مثلا او فروع ملك الكبده. مش شرط تعمل نفس اللي انت عملته عشان انا انجح. الجانب السلبي انت لو فضلت تقارن نفسك مع الناس اللي جنبك تحس ان انت بتتقدمش وما بتعملش نجاح ولا بتعمل تقدم، وهتحس ان انت ما بتنجحش زيهم، ده هيسبب لك احباط وشعور بعدم الكفايه. خامس حاجه وهي الضغط على النفس عشان تحقق النجاح بتاعك. الجانب الايجابي انك بتشتغل بجد وبتحقق انجازات، حلو ماشي. طب والجانب السلبي الضغط المستمر ممكن يسبب ارهاق نفسي وجسدي، ولو ما حققتش النجاح اللي بتتوقعه بتحس بالفشل والاحباط. اللي انا عايز اوصله لك ان انت بني ادم عادي، طاقتك محدوده، وزي ما انت عندك شغف وطاقه للنجاح لازم تسيب منهم شويه للهزار واللعب والخروجات وحاجات زي كده. وعلى فكره مش معنى انك جيت في يوم خرجت من الشغل ورحت على القهوه وما رحتش مثلا عملت حاجه مفيده مثلا او رحت تمرينك فده معناه انت بني ادم فاشل. انت لو فضلت مستمر فتره طويله قوي انك بتسعى للنجاح من غير ما تاخد اي استراحه عمرك ما هتوصل، لانك ما بترتاحش ولا بتدي نفسك حقها. انت مش مكنه يا حبيبي، انت بني ادم. المهم انك تستمر وتمشي على خطه حتى لو بتدي الخطه ديت وقت قليل قوي من الاسبوع بتاعك، بس اهم حاجه انك تستمر لحد ما يكون الموضوع بالنسبه لك عادي، وتلاقي نفسك بتطور من نفسك من غير ما تيجي على نفسك. وهتلاقي مع الوقت انك بتعمل نفس الحاجه اللي كنت بتعملها بس من غير ما تبذل فيها مجهود كبير. زي الجيم مثلا، لو فضلت كل يوم بتروح الجيم من غير ما تاخد اي استراحه جسمك هيتعب، فبالتالي هتعوز تاخد استراحه. زي الجيم مثلا بتحس ان اول كام يوم او اول كام اسبوع بتحس ان الموضوع تقيل عليك ومش قادر تعمله، وبعد كده بتلاقي نفسك بتروح من غير ما تزق نفسك او تدفع نفسك انك تروح للجيم، لحد ما تلاقي نفسك بتروح من غير ما تحس، وساعات كمان تتضايق لو ما رحتش. لكن لو فضلت تروح كل يوم ومش بتاخد استراحه وفضلت واخد الموضوع بجديه زياده عن اللزوم، وكمان مش بتدي نفسك فرصه انك ترفه عن نفسك شويه سواء من ناحيه اكل او راحه، فانت هتفضل فتره مستمر في تقدم وبعد كده هتريح خالص. لكن لو بتروح بانتظام من غير ما تيجي على نفسك فانت هتطول اكتر من انك تروح كل يوم من غير راحه. باختصار كده اعتمد على الالتزام والاستمراريه، لكن ما تعتمدش على الشغف والتحفيز. لو ما عندكش شغف ولا تحفيز كمل برضو زي ما قلت لك، بس برضو من غير ما تيجي على نفسك. حاجه كمان مهمه، مكاوي واديب واعظ مش بيقدموا دروس تنميه ذات ولا حتى هم ملهمين. ممكن يكون مكاوي بيقدم محتوى كويس بس مش كله، وكمان كان زمان بيقدم محتوى كويس، دلوقتي لا. محتوى دلوقتي كله عباره عن ازاي انك تجيب بنات وانك تجيب فلوس من التداول، وحرفيا كل فيديوهاته بتتعاد، كل كلامه حرفيا بيتعاد. الكلام اللي بيقوله في الفيديو اللي فات هو الكلام اللي بيتقال في الفيديو اللي جاي، حرفيا كل كلامه بيتعاد في كل الفيديوهات. كل الكلام اللي قاله في الفيديوهات القديمه هو اللي بيتقال في الفيديوهات الجديده، ما بقاش يقول حاجه جديده اصلا. واللي يزعل ان في عيال صغيره واخداه قدوه وبتمشي ورا كل كلمه حرفيا بيقولها. انا شفت عيال كتير قوي على النت بيعملوا كده. باختصار كده كل الناس فيها عيوب وكل الناس عندهم اخطاء، خد اللي يفيدك بس من كل الناس والباقي اعمل له سكيب. ومهم جدا ان الواحد يعرف ياخد استراحه ويفكر بشكل واقعي شويه وما يكونش قاسي على نفسه، لان النمو والتغيير بيحتاج وقت طويل قوي قبل ما يتحقق. كده بقى وصلت لنهايه الفيديو، ما تنساش الاشتراك وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وتفعل زر الجرس عشان لو نزلت حاجه جديده توصلك على طول. اشوفك في فيديو تاني.